وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي أنزل كتابه المجيد على أحسن أسلوب وبهر ببيان أساليبه وبلاغة تراكيبه القلوب، أنزله آيات بينات وفصله سورا وآيات، ورتبه بحكمته البالغة أحسن ترتيب، ونظمه أحسن نظام بأفسح لفظ وأبلغ تركيب. والصلاة والسلام على إمام البلغاء وسيد الفصحاء، أفسح من نطق بالضاد، سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان الذين كانوا فسحاء بلغاء. المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفدائية. وهذا البرنامج كما ذكرنا في الحلقات التي مضت يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، من حيث نهضتها وانتشارها وانحسارها، حيث نبحر معا في عالمها العميق. وفي هذه الحلقة، بعد أن تكلمنا عن عصور اللغة العربية وفي عصر ازدهارها وتطورها ونشاطها بعد 5 قرون، الآن نتناول أهم معارك اللغة العربية قديما مع الغزوات التي كانت ضد الإسلام والدولة الإسلامية، من غزو المغول والصليبيين. وبعد فتوحات الإسلامية انتشرت اللغة العربية بشكل كبير، وتأثرت بها الكثير من الشعوب، وخاصة بعد اعتناق السريان والآشوريين والروم والبربر والأقباط للدين الإسلامي، حيث أن اللغة العربية هي لغة المصدر التشريعي الإسلامي للقرآن والأحاديث النبوية والصلاة والعبادات الأخرى. وكان هذا له أثرا كبيرا في انتشار اللغة العربية في تلك الفترة، كما أن الشعوب العجمية أيضا أصبحت تتحدث اللغة العربية كلغة ثانية إلى لغاتها الأم، خاصة أن اللغة العربية في تلك الفترة كانت في أوج ازدهارها. والعصور التي مررنا بها بدءا من العصر الجاهلي ومرورا على عصر صدر الإسلام وعصر بني أمية وعصر العباسيين، كانت هذه اللغة في تلك العصور في أوجها وازدهارها. ومع مرور الزمن أصبحت اللغة العربية هي لغة الشعائر السائدة في تلك الفترة، مثل الشعائر النصرانية في الوطن العربي، أي النصارى كانوا يكتبون الإنجيل باللغة العربية ويعبدون التراتيل باللغة العربية في الوطن العربي، وفي كنائس الروم والسريان. وأيضا الديانة اليهودية في عصور الوسطى كتبت الكثير من أعمالها الدينية والفكرية باللغة العربية. وهذا يدلنا على انتشار واتساع رقعة الإسلام، وباتساعه اتسعت هذه اللغة العربية. وأولا نتناول التتار أو المغول الذين حاصروا اللغة العربية وحضارة الإسلام. الإمبراطورية المغولية نشأت في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلادي، كما أنها كانت ممتدة من وسط أوروبا وحتى بحر اليابان. هذه الإمبراطورية المغولية أو ما يسمى بالتتار. فقد كانت بدايتها من الشمال من شبه القارة الهندية والهند الصينية، إلى جانب أنها من الشرق تبدأ من الهضبة الإيرانية
بينما من الجنوب فهي من الهند الصينية، وبالنسبة للغرب تصل إلى بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية. هذا كان امتداد هذه الإمبراطورية المغولية أو التتارية. وأول مؤسس الإمبراطورية التتارية أو المغولية هو جنكيز خان. وجنكيز خان معناه بلغتهم قاهر العالم أو ملك ملوك العالم أو القوي. وأسس هذه الإمبراطورية في عام 1206 ميلادية. كما كانت نشأته من قلب المغول الواقعة في سهول آسيا الوسطى. وكان للتتار ديانة عجيبة هي خليط من أديان مختلفة، وقد جمع جنكيز خان بعض الشرائع من الإسلام والبعض من النصرانية والبعض من البوذية، وأضاف من عنده شرائع أخرى، وأخرج لهم في النهاية كتابا جعله كالدستور للتتار، وسمى هذا الكتاب بالياسة أو الياسك أو الياسق. ومن أشد الأخطار التي تعرض لها المسلمون والعرب غارة المغول والتتار على بلادهم في القرن السادس الهجري. ففي شهر المحرم سنة 656 هجرية حاصر هولاكو بغداد، فدافع جيش الخليفة عنها، ولكنه لم يقوى على الصمود لجيش المغول، فسقطت المدينة في أيديهم، واستولى المغول على العراق وأزالوا الدولة العباسية من الوجود بعد أن مكثت 500 عام، أي 5 قرون. وقد أجمل ابن طباطبة ما نزل بأهل بغداد في قوله، يعني الذي حصل بعد دخول المغول أو التتار إلى مدينة بغداد وأنهكوا فيها الحرمات وقتلوا الناس. قال: فجرى من القتل الذريع والنهب العظيم والتمثيل البليغ ما يعظم سماعه جملة. يعني قاموا بالنهب وقاموا بالتمثيل لمن قتلوهم، وكذلك القتل الذريع. وأصبحت بغداد التي كانت مضرب الأمثال في سعة العمران وتقدم الحضارة قفرا موحشة. بعدما كانت مزدهرة دخلوا هؤلاء المغول فجعلوها موحشة مغفرة، وتراكمت جثث القتلى في شوارعها فغيرت رائحتها. وحدث بسبب هذا التغيير وباء شديد راح ضحيته خلق كثير. وما أشبه الليلة بالبارحة. ولقد كان المغول لا يفرقون بين أحد من الناس، أي الهجم على الإسلام هم لا ينتقون أناس، إنما يقصدون كل مسلم. ونتيجة سوء التربية وغياب الفهم الصحيح للإسلام والتمسك بالدنيا إلى أقصى درجة وعدم وضوح الرؤية عند الناس في ذلك الوقت، الدنيا انبسطت لهم فتركوا الدين وتركوا العبادة، فالله سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا البلاء المقولي. فقد دبت الهزيمة النفسية الرهيبة في داخل قلوب المسلمين بعد أن كانوا عظماء جنود أقوياء يفتحون الأمصار، أصبحوا أذلاء، فما استطاعوا أن يحملوا سيفا ولا أن يركبوا خيلا، بل ذهب عن أذهانهم أصلا التفكير في المقاومة. وهذا لا شك سهل من مهمة التتار الذين وجدوا أبوابا مفتوحة، استلموا بغداد دون مقاومة لضعف المسلمين وتفرقهم، ورقابا جاهزة القطع هكذا. ويروي ابن الأثير في الكامل في كتابه الكامل وهو التاريخ في أحداث السنة 28 بعد 600 بعد الصور التي استمع إليها بإذنه
من بعض الذين كتبت لهم نجاة أثناء حملات التتار على المدن الإسلامية. يقول: كان التتري يدخل القرية بمفرده جند واحد وبها الجمع الكثير من الناس، فيبدأ بقتلهم واحدا تلو الآخر، ولا يتجاسر أحد المسلمين أن يرفع يده نحو الفارس بهجوم أو بدفاع. هكذا حصلت الذلة للمسلمين في ذلك الوقت، لما بعدوا عن الدين وتركوا المفاهيم الإسلامية. ولقد بلغني أن إنسانا منهم أخذ رجلا، أي من المقول، ولم يكن مع التتر ما يقتله به، فقال له: ضع رأسك على الأرض ولا تبرح. فوضع رأسه هذا المسلم، فوضع رأسه على الأرض، ومضى التتري فأحضر سيفا وقتله. يعني لا مقاومة، استسلام ولا مقاومة. وهكذا كان ضعف المسلمين في ذلك الوقت. ولقد احتدم الصراع بين المسلمين والمقول. بعد ذلك قامت فئة من المسلمين يدافعون عن دينهم وعن بلدانهم، فاحتدم الصراع بين المسلمين والمقول، واستمرت الحروب سجالا بينهما ما يقرب من 200 سنة. ولقد كان للغزو المقولي أثر كبير في الثقافة العربية وخاصة في اللغة العربية، وهذا الأثر قسمان: سلبي وإيجابي. موضوعنا في هذا التاريخ مكانة اللغة العربية بعد هجوم المقول على بغداد، والتي كانت تعد دولة الإسلام ودولة اللغة العربية والثقافة العربية والعلماء. ما هي الآثار السلبية للهجمة المقولية؟ تتجلى هذه الآثار في غير وجه، ونذكر منها باختصار ما يأتي. أولا: إتلاف الكتب ونهبها، أي أتلفوا الكتب التي كانت في خزانة دار الحكمة، واعتدى المقول على المكتبات وكتبها في المدن المحتلة، وكان من دأبهم أن يحرقوا المكتبات، لأنه عرفوا إحراق المكتبة يحرقون العلم حتى يعيش الناس في جاهلية جهلاء. وأن يجعلوا الكتب الثمينة طعاما للنيران والمواقد. يقول السيوطي في كتابه: حكي عن الصاحب ابن عباد أن بعد الملوك أرسل إليه يسأله القدوم إليه، فقال له في الجواب: أحتاج إلى 60 جملا أنقل عليها كتب اللغة التي عندي، وقد ذهب جل الكتب في الفتن الكائنة من التتار. يعني حتى ينقل هذه الكتب ما استطاع، تأخر الناس وأحرقت هذه الكتب ورمي بها في نهر دجلة حتى تغيرت مياه دجلة إلى الزرقة بعامل الكتب التي رميت في هذا النهر. إلى فاصل قصير وثم نعود إليكم مشاهدي الأعزاء. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية. أهلا بكم مشاهدي الأعزاء، والآن نواصل ما انقطع من الحديث. ولقد كان حرق الكتب وتدمير المكتبات وراء تخلف الأمة الإسلامية والعربية، فقد ضاع حوالي 8 ملايين كتاب عربي بسبب الجهل والتعصب والغزو الأجنبي. وإن حرق الكتب وتدمير المكتبات يعد من بين أهم الكوارث التي واجهت الحضارة العربية والإسلامية. وموضوعنا هنا هذه الكتب التي أحرقت أو التي رميت في نهر دجلة كانت بمثابة ثروة علمية في كل فنون اللغة، في فنون اللغة العربية وحتى يومنا هذا، وإنه السبب الرئيس لتخلفها عن النهضة العلمية.
وسر ضعفها وجعلها نهبا للمستعمر الأجنبي. المستعمر أو المحتل دائما يدمر الثقافة الإسلامية والعربية حتى يكون الناس في جهل من أمر دينهم، فيستطيع أن يصطادهم وأن يقودهم هكذا. ثانيا تدمير المراكز العلمية، تدمير المراكز العلمية. ومما شاهدناه في عصرنا هذا عندما دخل الأمريكان إلى العراق دمروا المكتبة الكبرى في بغداد، وهكذا ضاعت كل الكتب في زماننا هذا. وكان هذا شأن كل من دخل بلاد الإسلام، يدمر هذه المراكز العلمية ويحرق الكتب التي كان فيها جهد كبير من العلماء. ولقد اعتدى المغول وأحلافهم على المراكز العلمية في البلاد المحتلة، فأحرقوا بعضها ودمروا أخرى ونهبوا محتوياتها، وهذا ما فعلوه في بعض مدارس حلب وجوامعها سنة 679 هجرية، كما أحرقوا الكثير من المدارس ودور الحديث في دمشق. ولم تأمن المساجد من أذى المغول، فاقتحموها وعبثوا بمحتوياتها ونهبوها. وهذا ما يؤكده مؤرخ هذا العصر ومنهم المقرزي، إذ تحدث عن حال الجامع الأزهر. هذه الحملات حتى وصلت مصر في ذاك الوقت، وحال الجامع الأزهر آنذاك، فقال: لم يزل في هذا الجامع من زبونية عدة من الفقراء يلازمون الإقامة فيه، وبلغت عدتهم في هذه الأيام 750 رجلا ما بين عجم وزيالعة أي الأحباش، ومن أهل ريف مصر ومغاربة، ولكل طائفة رواق يعرف بهم، فلا يزال الجامع عامرا بتلاوة القرآن ودراسته وتلقينه والاشتغال بأنواع العلوم والفقه. وهكذا. ثالثا خسارة جل العلماء والأدباء. لقد نكل المغول بعدد كبير من علماء الأمة الإسلامية وأدبائها إبان غزوهم واحتلالهم المدن الإسلامية في العصر المملوكي، فقد أصيب كثير منهم بجراحات خطيرة وهم يشاركون الجيش الإسلامي جهاد المغول، وأسر آخرون فنكل بهم وأذيقوا من العذاب ألوانا وأبلوا بلاء حسن. وهناك طائفة كبيرة وعظيمة من العلماء والأدباء الذين قتلوا إبان الغزو المغولي للبلاد الإسلامية. وقتل العلماء كذلك هو قتل الدين الإسلامي في نفوس الناس. ويتبين من تراجمهم أنهم كانوا ذوي مكانة مرموقة هؤلاء العلماء في مجتمعاتهم، وأن دورهم كان كبيرا في رصد الحركة الفكرية والأدبية في عصرهم، فقد تنوعت علومهم ومعارفهم واشتغلوا بالفقه. لقد ألقى التتار بمجهود القرون الماضية في نهر دجلة حتى تحول لون مياه دجلة إلى اللون الأسود من أثر مداد الكتب كما ذكرنا. وحتى قيل إن الفارس التتري كان يعبر فوق المجلدات الضخمة من ضفة إلى ضفة أخرى في البحر أي في النهر. هكذا تأثرت اللغة العربية بدخول المغول أو التتار إلى مدينة بغداد. هنالك آثار إيجابية للهجمة المغولية أو التتارية. لقد كان للغزو المغولي أثر إيجابي في الثقافة العربية والإسلامية، وتمثل ذلك في كتب التاريخ الخاصة التي سردت أحداث هذا الغزو أو تناولت بعض جوانبه. وأثرت المكتبة العربية بما قدمته من معلومات، ومنها كتاب تفتتت الأكباد في واقعة بغداد لنجم الدين أبي الخير الدهلي. ويتجلى الأثر الإيجابي في النصوص الأدبية الكثيرة التي واكبت الغزو المغولي وصورت أحداثه والعلاقات السياسية والاجتماعية بين المغول والمسلمين. وما يهمنا هنا أن الغزو المغولي أثر اللغة العربية بألفاظ كثيرة،
مبثوثة في كتب التاريخ، أي تأثروا بالعرب وبالمسلمين وباللغة العربية بعد أن دخلوا إلى بلاد الإسلام وبلاد اللغة العربية في بغداد. وهي ذات أصول مقولية أو فارسية أو تركية، والجامع بينها أن المقولة كانوا ينطقون بها، يعني اللغة العربية أثرت في هذه اللغات، اللغة الفارسية أو التركية والهندية، وكثير من اللغات العالمية تأثرت بمفردات عربية. ودخلت اللغة العربية جراء غزوهم، كما لم يمتنع المقول من الأخذ بمقومات الحضارة الإسلامية. كذلك أخذوا الحضارة بعد ما استولى على بلاد الإسلام، أخذوا من الحضارة الإسلامية ومن العلوم الإسلامية وترجموها إلى لغاتهم. وكما أن كثيرا من المقول قد دخل الإسلام، وهذه من الإيجابيات بعد أن قتلوا المسلمين، وكذا تأثروا بالمجتمع المسلم الذي عاشوا فيه وقرأوا ودرسوا، ودخل منهم عدد كبير من المقول، عدد كبير إلى الإسلام وحسن إسلامه، وأبلوا بلاء حسنا في سبيل نشر الإسلام ونصرته. وبعد أن كانوا معاول هدم وتدمير لمجتمعاته، أصبحوا بعد عدة سنين لبنات بناء قوية تصد عنه أنواع الأعداء العاتية. هؤلاء الهمج المتوحشون الذين هدموا الآثار والبنيات وأحرقوا الكتب والمكتبات وأراقوا الدماء ونكلوا بالأشلاء وخربوا بغداد وعاثوا فيها فسادا، هؤلاء الهمج المتوحشون، هكذا يصف غوستاف لوبون هؤلاء الناس بالهمج المتوحشون، أنفسهم أخذوا بعجائب هذه الحضارة وأصبحوا من حماتها. ويضيف الكاتب أنه في مدرسة العرب تحدر المغول، أي أخذوا الحضارة العربية، لأنه المقول هي قبائل همجية التي جاءت من وسط آسيا، فتأثروا بالحضارة الإسلامية والمعمار الإسلامي، وأخذوا يدرسون في المدارس العربية، فتبينوا دينهم وحضارتهم، وقربوا إليهم علماء وأكرموا أساتذتهم، وأقاموا في الهند إمبراطورية ودولا كبرى لا يمكن نفي عربيتها، لأنها قامت على عناصر هذه الحضارة العربية ومنجزاتها. هكذا هذا التأثير الإيجابي بعد قتل وحرق الكتب وتدمير المراكز العلمية، تأثروا بهذه الحضارة ودخل منهم عدد كبير في حزيرة الإسلام، وأصبحوا من المجاهدين الذين نشروا الإسلام في العالم. وهو من أعجب الآثار وأعظمها، فقد رأى كثير من التتار دين الإسلام عن قرب، وقرأوا عن أصوله وقواعده وقوانينه، وعلموا آدابه وفضائله، ورأوا أخلاقه ومبادئه، تأثروا بأخلاق المسلمين فأعجبوا به إعجابا شديدا، وخاصة أنهم كعامة البشر يعانون من فراغ ديني، ما كان عندهم دين لأنه يعبدون الوثنية. وبعد أن جاء جنكيز خان وضع لهم كتابا مختلط من كل الديانات، وكانوا يعيشون في تيه، فليس هناك تشريع يقترب أو يحاول الاقتراب من دين الإسلام، ومن اقترب منه وبحث فيه لا بد أن يرتبط به إن كان صادقا في بحثه وطالبا للحقيقة فعلا. لقد بدأ بعض التتار يؤمنون بدين الإسلام، ثم شاء الله أن يدخل الإيمان في قلب أحد زعماء القبيلة، ربنا هداه، وهو الزعيم ابن العم هولاكو الذي دمر بغداد. هكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يدخل الإيمان في قلب هذا الرجل القائد التتر، وتسمى هذا الزعيم باسم بركة، وكان إسلامه سنة 650، وثم تولى بركة زعامة القبيلة الذهبية، وأصبح اسمه بركة خان.
وكانت هذه القبيلة شبه مستقلة عن دولة التتار، وتحكم المنطقة التي تقع شمال بحر قزوين، والمعروفة في الكتب الإسلامية القديمة باسم بلاد القبجاق، وهي تقع الآن في روسيا. وبإسلام هذا الزعيم دخلت أعداد كبيرة في الإسلام. وبهذا نختم هذه الحلقة عن دور المقول في تدمير اللغة العربية والحضارة الإسلامية. إلى أن نلتقي بكم في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي